شايفين احلى كلام واحلى لعب واحلى عصافير بتتلعب على الشعوب العربية دلوقتي. طبعا المعرس دوت اللي في الصورة اللي ورايا اللي انا مخبية عليه ده زعيم المعارضة في الكيان الازرق المؤقت. طالع بيقول ان هو يعرب عن تخوفه بعد نية مصر او مقترح مصر تشكيل قوة عربية مع تركيا ومع السعودية. طبعا وانا اعيط بصوت عادل امام وانا اعيط. بصوا حبايبي، طبعا التصريح دوت من ضمن حاجة اسمها الله أعلم بنطقها صح ولا لأ، بس يعني زي ما سمعتها هزبرة. ودي طبعا الدعاية بتاعته، يعني هم بيروجوا الحاجة علشان يجرونا احنا في حتة وأمجاد العرب والأمجاد التلاتة وأكبر 3 دول عربية هتنعقد مع بعض وتعمل جيوش، واوعى يا ولا وعلى متر أستك يا ولا على متر أستك. بصوا حبايبي، الكلام ده كله على بعضه هو دعاية فيك فيك، دي فيك نيوز، مفيش منها أي كلام من الكلام دوت. هو بيقسموا أدوار على بعض، وتقسيم الادوار ان هم يفخموا قوي مصر دلوقتي عشان يعملوا بوليشنج للجربوع الجاسوس بتاعهم عبد الفتاح ابن الست مليكه تحتاني. يعني انتوا بدماغكم كده، اللي طلع قال ان امه اثيوبيه مش عارف من اصول ايه، مش هقول يعني من ولاد العم محمد بن سلمان، وعبد الفتاح السيسي اللي امه برضه منهم. هل مثلا ناموا بالليل وهم منهم صحيوا الصبح لقوا نفسهم مننا والموضوع كان غلط يعني وحبوا يصلحوا غلطهم؟ لا طبعا. هي الموضوع كله على بعضه يا جماعة يعني تقسيم أدوار وسياسة بص العصفورة. البلاد العربية ال 22 باستثناء يمكن 2 3 كده ما فيش واحد فيهم يقدر ينزل يرفع علم فلسطين اللي هي دولة عربية إسلامية محتلة شعبها بيتعرض للإبادة. واخدين بالكم؟ فتقولوا لي هيعملوا ناتو عربي؟ يا أخي أحا، يا أخي أحا، ألف حاء ألف، حقا إني أعترض. فهمتوا يا حبايبي؟ فالكلام دوت كله كلام بيع، يعني بيبيعوا لنا بضاعة أتلفها الهوا. محمد بن سلمان ده خاين. محمد بن زايد شبهه السيسي، ده طبعا رئيس العصابة كلها ورئيس الخونة والصهاينة. محدش فيكو ينجر ورا الكلام دوت، وكلهم عصابة واحدة بس فقط بيقسموا الأدوار. دول ما قدروش يستدعوا السفير اعتراضا على الإبادة بتاعت غزة ولا ضرب سوريا ولا